اقرا الحادثة، اقرا الحادثة واقرا اخبار السفاح الجديدة. ايه ده يا ام زنوبة، هما لسه ما قبضوش على السفاح؟ لا لسه يا اختي، ده السفاح ده بقى خطر علينا وعلى عيالنا يا ام عبير. جرأة يا ام زنوبة، انت هتعيطي ولا ايه؟ ما تقلقيش يا اختي، هيقبضوا عليهم. والنبي يا اختي ده انا زعلانة على الناس اللي قتلهم دول. بيني وبينك يا ام زنوبة، انا سمعت ان السفاح ده بينقي الفريسة بالظبط. يعني لو شاف واحدة لابسة دهب لابسة عقد بيقتلها وبياخد دهبها. ده انا كده في خطر بقى يا ام عبير. صباح الخير يا عادل. يا صباح النور يا عم اشرف، انت ايه اللي مطلعك بره يا عم اشرف؟ انت مش خايف من السفاح ولا ايه؟ سفاح ايه ياض اللي خاف منه؟ ده هو اللي يخاف مني. حلاوتك حلاوتك يا عم اشرف يا جامد. لا ياض، ده انا دماغي ناشفه زي المستشفى. ايوه ايوه صح، انا عارف، ما انت عندك حق، بس خلي بالك السفاح ما عادش بيفرق ما بين ستات ورجاله، بيخطف الكل. بيخطف الكل. ايوه يا ست الكل. امال ايه الاخبار الجديده يا عادل؟ اسكت يا عم اشرف اسكت، اخبار تشيب. يا واد انت، يا واد اخلص يا واد، انا ما بعرفش اقرا الجورنال، نظري ضعيف، اخلص فيه ايه؟ امبارح بالليل المباحث لقت جثة يا عم اشرف. لا حول ولا قوه الا بالله، ودي موتها ازاي دي يا واد؟ لحظة واحدة يا عم اشرف، ده انا هقرأ لك الجورنال. ايوه يا ابني، الله يصلح حالك، اقرا كده وسمعني. خبر عاجل: العثور على جثة سيدة في مقلب زبالة بالقرب من الحارة، وتبين أن هذه الجريمة قد فعلها السفاح مرة أخرى. هو مفيش غيره السفاح، الله يخرب بيته. اسكتي يا حاج أحسن يسمعك. حاضر يا اخويا، هسكت خالص. وبعد الفحص والتدقيق وإرسال الجثة إلى الطبيب الشرعي، تبين أن الضحية ماتت من الضحك. يا ستار، ابشع جريمه شفتها في حياتي. انت متخيل يا عم اشرف؟ سفاح ما عندوش قلب، ما عندوش رحمة، فضل يضحك فيه لحد ما ماتت يا عيني. وهي الحكومه يا واد يا عادل ما عرفتش مين السفاح ده بالظبط؟ بصراحة كده يا عم اشرف، هوية السفاح دي لسه محدش عرفها. لا بقى، الكلام ده مش نافع، احنا هنفضل عايشين في الرعب ده كتير ولا ايه؟ ايوه يا اخويا، الكلام ده مش نافع خالص، المفروض يقبضوا بقى على السفاح، احنا مش عارفين نمشي في الشارع بصراحة، وانا كل يوم بقى بنام خايفة. ايوه يا ابني، المفروض يدوروا كويس. الله، احنا نفضل قاعدين في الخوف ده ولا ايه؟ جرى يا عم اشرف، انت خايف ولا ايه؟ ايه خوف ايه وبتاع ايه؟ انا ما بخافش، انا راجل صعيدي. مش عارف، حسيتك خفت كده مرة واحدة. تصدق ان انت عيل بارد ومستفز؟ امشي ياض من قدامي، يلا امشي من هنا. يا عليك يا عم اشرف، ده انا بهزر. ده انت دمك بارد قوي. سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم في قناة الحارة الغدارة، حيث نتابع مع حضراتكم اخبار الحارة والحالة التي تعيشها الحارة من الرعب. ودلوقتي ومعانا احد المواطنين من الحارة. اهلا وسهلا بيك، نتشرف باسمك. اوي اوي، انا اسمي سعيد. اهلا بيك يا استاذ سعيد، يا ريت تقول لنا ايه شعورك بعد ما عرفت ان في سفاح في الحارة؟ معلش يا أبلة، وانا كده على التلفزيون دلوقتي؟ ايوه طبعا، احنا دلوقتي طالعين بث مباشر والحارة كلها شايفاك. طب بعد اذنك يا أبلة، المايك ده ثواني كده. ايه ده، انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ سيب المايك. انا مبدئيا كده بحب امس على خالتي فوزية وست حسنية وام سعدية. ابا اما انا طلعت على التلفزيون، شايفيني؟ ايوه ايوه، زمانهم شافوك، هات المايك بقى. قسما بالله لو اتكلمت تاني لاديك بالمايك ده في دماغك. يا عليك يا استاذ سعيد، ده احنا بنهزر معاك، المايك ده على فكرة هدية من القناة ليك. سيداتي انساتي سادتي، وبكده نكون خلصنا النشرة بتاعتنا، باي. الكلام ده ما عادش نافع، المفروض يقبضوا عليه. الحمد لله، الواحد من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، فاحنا مش فاضيين بقى للسفاحين دول.
انا سامعه يا اخويا ان السفاح ده بيستنى الموظفين بعد الشغل وبيخطفهم. انا هاخد اجازة شهر من الشغل، اصلا انا تعبان شوية. ماما، هو ممكن السفاح يخطفني؟ لا يا حبيب امك ما تخافش، السفاح ما بيخطفش الا العيال الصغيره اللي ما بتسمعش كلام مامتها واللي مش بيعينوا الفلوس مع ماما. ماما انا معايا 29 جنيه، خليهم معاكي عشان السفاح ما يخطفنيش. جدع يا حبيب امك، ايوه كده، يبقى كده السفاح مش هيخطفك انت، بس هيخطف ابوك. وانا مالي؟ بص بقى يا حبيبي، هتعترف ولا تقعد تغلبنا معاك؟ يا باشا اعترف بايه بس؟ هو انا عملت حاجه؟ لا بقى، ده انت الظاهر ان الذوق مش نافع معاك خالص. يا باشا وكتاب الله ما عملت اي حاجه خالص، هو في ايه بس يا بيه؟ اسمع ما اقولك، اذا كنت فاكر نفسك سفاح ذكي فناس منك يا حبيبي. يا باشا اقسم بالله انا ساقط اعداديه، وبعدين سفاح اهدى كمان بقى. شكلك بتحب اللف والدوران يا حبيبي، اعترف ياض، انت السفاح ولا لا؟ يعني هو سعادة البيه بذمتك ده منظر سفاح؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انت ظالمني يا سعادة البيه، والله بريء. اسمع ياض، انا مش مرتاح لك ياض. يا باشا اقسم بالله انا اللي خايف من السفاح والله. طب انت مش شاكك في اي حد ممكن يكون هو السفاح مثلا؟ والله يا سعادة البيه ما اعرف حد خالص، انا ما اعرفش غير عم عبده القهوجي اللي بقعد عنده على القهوة. طيب يلا خد بعضك وروح يا ابني. الف الف شكر يا سعادة البيه، شكرا للحكومة، بنحبكم يا حكومة. وبعدين بقى في موضوع السفاح ده، احنا مش هنلاقيه ولا ايه؟ ماما انا رايحة الدرس، عايزة حاجة مني؟ لا يا حبيبتي مع السلامة، وخلي بالك من نفسك وما تتأخريش يا ضنايا. حاضر يا ماما. وما تاخديش يا بنتي معاكي اي ذهب ولا اي اكسسوارات، احسن بيقولوا السفاح بياخدهم وبياخد البت وبيموتها. يا خراشي، لا بقى، ده انا هسيبهم هنا يا ماما. ماشي يا ماما، يلا باي. انا عرفت بقى ازاي احمي نفسي من السفاح، انا امي قالت لي على الخلاصة كلها. طب ما تقول لنا يا اسطى عشان نستفيد منك احنا كمان. امي بقى قالت لي يا معلم ان السفاح ده بيخطف العيال اللي ما بتسمعش كلام مامتها واللي مش بيعينوا الفلوس مع ماما. الحق يا زموليكس، امه ضحكت عليه وخدت فلوسه. ايه يا ابني، انت المفروض تكون كبرت على الحاجات دي. ها ده انت عيال ظريفة. بس انت عملت كده عشان خايف من السفاح، صح؟ لا 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 يا عم، اخاف ايه؟ انا ما بخافش يا حبيبي. بس وشك بيقول غير كده يا اسامه. لا يا عم انا مش بخاف، ده انا حتى بفكر ادور على السفاح ده اصلا. تصدقوا فكرة، يلا ندور عليه احنا بقى ونقبض عليه. انت متاكد من كلامك ده؟ ايوه يا عم متأكد، امال ايه؟ طيب وماله، خلونا بقى نروح كده ونبقى نشوف الموضوع ده بعدين. لا لا لا، بس انت شكلك خايف يا اسامه. يا عم والله ما خايف. يوه يا لهوي، الحقوني يا ناس، الحقوني يوه. في ايه يا ام زنوب؟ خضتنا يا اختي. بنتي اتخطفت يا ام عبير، بنتي اتخطفت. يا لهوي، هو السفاح مفيش غيره، هيقطعها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بلغي البوليس بسرعة يا اختي عشان نلاقيه.